كيس الحمل فاضي، 3 كلمات وراهم قصة كبيرة. بعد ما يحصل الحمل وبعد ما تنغرس البويضة الملقحة في الرحم بيبتدي يتكون كيس الحمل اللي هيطلع منه الجنين بعد كده. كيس الحمل بيظهر في السونار في الأسبوع الخامس أو السادس من الحمل، ونبض الجنين بيظهر في الأسبوع السابع أو الثامن من الحمل. لما تروح الحامل وتعمل سونار في الأسبوع السادس بتشوف كيس الحمل، وبعدها بأسبوعين بتروح في الأسبوع الثامن عشان تسمع النبض وتشوف الجنين. في موضوعنا اللي هنتكلم عليه كيس الحمل بيتكون طبيعي وبيظهر في السونار وهرمون الحمل بيزيد في الدم، لكن للأسف الجنين نفسه ما بيتكونش أو بيتوقف نموه في مرحلة مبكرة. عشان كده لما الدكتور يشوف السونار بيلاقي كيس الحمل موجود لكن فاضي من محتواه، مفيش كتلة جنينية ولا نبض. فالدكتور بيقول لها في كيس حمل، وده كلام مفرح، لكن مفيش داخل الكيس جنين ولا حتى بداية تكوينه. السبب في الغالب بيكون مشكلة في الكروموسومات أو الجينات عند البويضة الملقحة. الأعراض ازاي بتكون؟ هي نفسها أعراض الحمل العادية تماما، تأخر حمل، غثيان، وجع في الثدي، اختبار الحمل إيجابي، لأن الخلايا بتبتدي تتكون تفرز هرمون الحمل فعلا. إيه اللي بيحصل بعد كده؟ الموقف ده بيكون صعب نفسيا وبيكون صعب على الأم والأسرة، وبيحتاج دعم ومتابعة مع الدكتور لتحديد الخطوات التالية والعلاج المناسب. الرحم هيطرد المحتويات دي لأن الحمل مش مكتمل، وده بيحصل بواحدة من 3 طرق. الانتظار، الجسم ممكن يطرد الكيس الحمل الفاضي بشكل طبيعي زي دورة طبيعية لكن بتكون أقوى شوية. الدواء، الدكتور ممكن يديها دواء عشان يساعد على انقباض الرحم وطرد كيس الحمل. ثالث حل عملية التنظيف، عملية بسيطة عشان يتشال الكيس الفاضي وانسجة الحمل عشان ما يحصلش عدوى أو نزيف. كلمة للطمأنينة، كيس الحمل الفاضي حاجة بتكون صعبة نفسيا جدا على أي ست وأسرة، لكن المهم تعرفي إنها مش ذنبك ولا نتيجة أي حاجة عملتيها، حاجة بتحصل لنسبة كتيرة من الستات، حوالي 1 من كل 10 حالات حمل. مش معناه إنك مش هتحملي تاني، أغلب اللي بيحصل لهم كده بيحملوا بعدها حمل طبيعي جدا وبيكملوا بدون أي مشاكل. خلي بالك وربنا يعوضك خير.